مشهد من المشاهد يا عباد الله أختم به الخطبة، أختم بهذه الخطبة. يحكيه رجل نعرفه صاحب باص يؤجر يكري عليه. يقول وصلت إلى المدينة التي أريدها، فلما نزل الركاب جنبت بالباص على جانب الإسفلت، وقف وأمسك بزجاج السيارة وبمراية السيارة. طفل يقول كأنه في 12 من عمره، يقول لي يا عم اشتري مني علبة الفاين، نحن أيتام. كان الوقت قبل الظهر، اشتري مني علبة الفاين، نحن أيتام، أرجع أتغدى أنا وإخوتي. يقول كنت أنا مرهق ومتعب وفي حالة شديدة، فقلت له لا حاجة لي بذلك، وأريته علبة الفاين التي معي ونهرته. يقول نهرته وقلت لا حاجة لي في ذلك. نزل منكسر النفس حزينا، ولمح باصا من الجانب الآخر قد وقف فأسرع يجري لعله أن يجد بغيته وأن يبيعه. قال نظرت إليه وبينما هو يجري إذا بسيارة مسرعة اصطدمت به فطار طيرانا حتى وقع على الأرض. نزلت من الباص مسرعا لأراه، رأيت الناس تجمعوا فإذا دمه قد تطاير في كل مكان، وإذا بعلبة الفاين مرمية على الأرض. يقول بكيت وجعلت أقول له ليتني اشتريت منك ولا تسببت في هذا المشهد. يقول أمام عيني تصورت إخوته الذين ينتظرونه، وأمه الأرملة التي تطمع أن يرجع إليها بغداء يعود إليها جثة ممزقة. فيا عباد الله ارحموا ترحموا، تراحموا يرحمكم الله. والله إن الفقراء ما أكثرهم، والمساكين اليوم لا يعلم بحالهم إلا الله. فانظروا إلى حال الفقراء والمساكين وإلى حال جيرانكم وأقربائكم، فإنكم بذلك تؤجرون الأجر العظيم وتنالون الثواب العظيم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن توفقنا إلى طاعتك، وأن تعيننا على مرضاتك، وأن تجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الجبهات، اللهم أيدهم بنصرك، اللهم أمدهم بعونك يا رب العالمين. مشروع ابن الربيعي الدعوي.